أكيد غادي تشوكا فاش غتسمع هاد القصة اللي وقعات في مدينة الدار البيضاء وبالضبط سنة 2004. واحد القضية اللي بدات باختفاء عادي ولكن سالات بطريقة صدمات مدينة كاملة. في واحد الصباح مع 12 و10 دقائق تقريبا دخلت سيدة ومعها راجلها للدائرة الأمنية في الدار البيضاء. كانوا باين عليهم الخوف والتوتر وملامحهم كتقول باللي شي حاجة خايبة وقعات. الضابط سولهم بهدوء شنو وقع. الأم جاوبات وهي مهزوزة: بنتي لمياء اختفت. لمياء بنت عندها 22 عام، كانت كتخدم في محل ديال الملابس التقليدية، محل معروف ببيع القفاطن الجلالب والتكاشط. بنت هادئة محترمة ما كتدخلش في المشاكل وما عمرها خرجات على الروتين ديالها من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار. الأم كانت كتهضر وتأكد على نقطة مهمة بزاف: بنتي ما عمرها بات برا الدار، ما عمرها تأخرات بلا سبب وما عمرها غبرات هكا. حتى منين ما كملاتش قرايتها ما استسلماتش، قلبات على خدمة باش تعاون راسها وعائلتها. وفعلا لقات هاد المحل وخدمات فيه قرابة 3 سنين بلا حتى مشاكل. البوليس بداو كيسولوهم على التفاصيل: واش مشيتوا للمحل، واش سولتوا عليها، واش عندها شي صحابات، شي قريب تقدر تكون مشات عنده. الوالدين جاوبوهم باللي مشاو للمحل ولكن مول المحل غالبا ما كيكونش حاضر. لمياء كانت هي اللي كتحل الصباح وكتسد في الليل وهي اللي كتسير كل شيء تقريبا. وكانت هذه اول حاجه شدات انتباه البوليس: بنت شابه كتخدم بوحدها كتحل وتسد ومول المحل غايب اغلب الوقت. ومن بعد سولهم الضابط على العائله. الاب قال باللي ما عندوش عائله في الدار البيضاء. الام تذكرات اختها اللي ساكنه في نفس المدينه ولكن منين اتصلوا بها قالت لهم لا، لمياء ما جاتش عندي. العائلات الاخرين كاملين ساكنين في مدن بعيده ومن المستحيل تمشي عندهم بلا ما تعلم والديها. البوليس خداو المعلومات كامله وقالوا لهم يرجعوا للدار ووعدوهم باللي غادي يديروا اللازم. وبدات الاجراءات الروتينيه: اتصالات بجميع الدوائر الامنيه، سؤال في السبيطارات وحتى في مراكز الاعتقال. يمكن وقع ليها حادث، يمكن شدات، يمكن فقدت الذاكره الله يستر. ولكن النتيجه كانت صادمه: لا اثر لمياء، لا في السبيطار لا في الكوميساريات، لا حتى خبر عليها. في الوقت اللي كان البوليس كيقلب، الوالدين رجعوا لحي الخدمه ديال بنتهم، بداو كيسولوا الناس، الجيران، موالين الحوانت، اي واحد يمكن يكون شافها. كل واحد عنده جواب مختلف. شي وحدين قالوا شافوها كتخدم في النهار، شي وحدين قالوا شافوها ملي زدات ومشات، وشي وحدين اصلا ما كيعرفوهاش. حتى جا الدور على العساس. هذا الراجل كان كيجلس قدام الزنقة وكيلاحظ كل شيء. قال لهم انا شفت هذيك الليله. سدات المحل وبقات واقفه كتسنى. من بعد جا الطاكسي، شيرات ليه وركبات ومشات وسكت. هاد الجمله البسيطه كانت اخر خيط عندهم. لمياء ركبات في الطاكسي ومن تما اختفت. ما عرفوش شكون السائق، ما عرفوش فين هبطات، وما عرفوش شكون كان معاها. وهذا الشيء خلى البحث يوقف مؤقتا، لأن آخر معلومة وصلوا ليها هي طاكسي مجهول ابتلع على لمياء وسط الليل. دازت 5 أيام وفي صباح اليوم السادس خارج مدينة كازا جا بلاغ العناصر الدرك من عند رجل كان كيمارس الرياضة في واحد المنطقة غابوية. قال لهم بصوت مرتبك: لقيت جثة ديال بنت. الدرك طلبوا منه يبقى في بلاصتو ما يقربش حتى يوصلوا يحافظوا على أي دليل. ومن بعد دقائق وصلت فرقة الدرك ومعهم التشخيص القضائي. المنظر اللي شافوا كان مرعب: جثة شابة مرمية وسط الخلاء، شبه عارية وحوايجها مرميين فوق منها. من خلال الحالة ديال الجثة باين بلي الوفاة ماشي جديدة. الشمس، الوقت، الدم اليابس، كل شيء كيشير أن الجريمة وقعت من أيام. ومنين بداو المعاينة اكتشفوا تفاصيل تقشعر لها الأبدان: عينيها مزرقين ومنفوخين من الضرب، وجهها معنف، جسدها كامل آثار الاعتداء. وفوق من هاد الشيء 4 طعنات متفرقة، واحدة في الصدر وواحدة في البطن وواحدة في الجهة اليسرى وواحدة في الكتف. ما كانش قتل عادي، كان انتقام أو وحشية غير مفهومة. الدرك استعملوا الكلاب المدربة، قلبوا المنطقة كاملة على السلاح الجريمة، على الصاك، على أي أثر، لكن ولا حاجة.
غير حاجة وحدة اللي شدات الانتباه: آثار عجلات سيارة داخلة لوسط الغابة وقريبة من مكان الجثة. وهنا طرح سؤال خطير: واش الضحية جات مع القاتل بإرادتها ولا تخطفات في سيارة؟ خداو القياسات ديال آثار العجلات ورفعوا البصمات من الجثة وصيفطوها للتشريح، ومن بعد ساعات خرجت النتيجة: الجثة كترجع للمياء، نفس البنت اللي كانوا والديها كيقلبوا عليها من أيام. وهنا القضية دخلت لمرحلة أخطر بكثير، لأن لمياء ما اختفتش فقط، لمياء كانت ضحية واحد مجرم حر طليق. ولكن السؤال اللي حير الجميع: كيفاش بنت محترمة هادئة من دار الخدمة سالات مقتولة بهذه الطريقة؟ وشكون هو الشخص اللي قدر يديها معاه بلا مقاومة؟ الجواب غادي يبان من بعد، وحين يبان غادي يكتشفوا البوليس أنهم ما قدامهمش غير قاتل، ولكن قدام وحش كان كيتحرك في المدينة بلا ما يحس به حتى واحد. منين تأكدات الهوية ديال الجثة، البوليس ما ضيعوش الوقت، كان خاصهم يديروا أصعب خطوة في هذا الملف: إخبار العائلة. توجهوا مباشرة لدار لمياء. منين دقوا الباب خرجت الأم ومعها البنت الصغيرة ديالها. ملامحهم كانت كلها خوف، بحال إلا كانوا حاسين بلي الخبر اللي جاي ما غاديش يكون ساهل. سولوها البوليس: فين راجلك؟ قالت لهم باللي خرج يقلب على خدمة، بحكم كان كيوقف في الموقف كيتسنى شي نهار يخدم فيه. مشاو جابوه، ومن بعد خداوهم كاملين للكوميسارية. في الطريق ما كان حتى واحد فيهم عارف شنو غادي يسمع. دخلهم الضابط للمكتب وبداو التحقيق من جديد، هاد المرة بأسئلة أدق: واش لمياء كانت كتعرف شي شاب؟ واش كانت مخطوبة من قبل؟ واش سبق جا شي واحد طلب يديها؟ واش كانت عندها مشاكل في الخدمة؟ واش لاحظتوا عليها شي تبدل ولا تغير في السلوك؟ الوالدين جاوبوا بنفس الثقة: بنتنا ما كانت لا كتخرج لا كتعرف شي حد لا عندها علاقات. قال الأب وهو كيحبس دموعه: لمياء كانت غير كتخدم وكتعاوننا في المصاريف، هذه حياتها كاملة. استمر الاستماع ليهم مدة طويلة والجو كان ثقيل، حتى جات اللحظة اللي تبدل فيها كل شيء. الضابط وقف، شاف فيهم وقال الجملة اللي ما كان حتى واحد مستعد يسمعها: بنتكم تلقات مقتولة. الأم طاحت كتغوت، الأب بقى ساكت يشوف الفراغ بحال إلا عقلو رفض يصدق. من بعد لحظات بدا كيبكي بصوت مكتوم، واحد البكاء اللي كيخرج من القلب. هاد الناس ما كانوش كيقلبوا غير على بنتهم، كانوا كيتسناو ترجع تفتح الباب وتقول لهم: سمحوا لي تأخرت. ولكن الحقيقة كانت أقصى من الخيال. من بعد التعرف الرسمي على الجثة، رجع البوليس للتحقيق من الصفر. أول محطة مول المحل اللي كانت خدامة فيه لمياء. جابوه وسولوه بالتفاصيل. الرجل قال بلي لمياء كانت من أحسن الناس اللي خدموا معه، محترمة رزينة كتخدم مزيان وما عمرها خلقات ليه مشكل. وزاد قال معلومة مهمة: أنا أصلا ما كنتش في الدار البيضاء ديك الأيام، كنت في مراكش، كنت كنوجد محل جديد. البوليس حراو عليه ولقاو كلامه صحيح، يعني مول المحل كان خارج دائرة الشك. رجعوا للمحل، لقاو لاكيس باقي فيها الفلوس، السلع كاملة في بلاصتها، لا سرقة لا تكسير لا اقتحام. وهنا سقط احتمال مهم: لمياء ما تقتلاتش بسبب السرقة، يعني الجريمة عندها سبب آخر. خرجوا للزنقة من جديد وبداو كيسولوا التجار والجيران، أغلبهم ما لاحظ حتى حاجة. غير العساس كرر نفس الكلام: شفتها سدات المحل ومن بعد ركبات بطاكسي. سولوه: واش عقلتي على النمرة؟ قال: لا، ما خطرش في بالي غادي يوقع ليها شي حاجة. ولكن زادهم معلومة صغيرة وكانت مهمة: لمياء ركبات في القدام حيت الطاكسي كان عامر. الجملة قلبت اتجاه التحقيق كامل. إلا كان عامر يعني كانوا الناس آخرين في الطاكسي. وشكون هاد الناس؟ واش ركاب عاديين ولا شركاء؟ البوليس بداو يشكوا أن الجريمة ماشي من تنفيذ شخص واحد. من بعد أيام وصل تقرير الطب الشرعي وكان أخطر مما توقع الجميع. تقرير أكد أن الوفاة وقعت ما بين 11 و 11 ونص ديال الليل. لمياء تعرضات لاغتصاب جماعي وماشي فردي، كانوا جوج ديال المعتادين على الأقل. تعرضات لتعنيف وحشي أثناء الاعتداء، تحت أظافرها لقاو خلايا جلدية، وهذا كيعني حاجة وحدة: لمياء قاومات حتى لآخر لحظة، حربات على حياتها.
هاد التفاصيل خلات القضية تحول من جريمة قتل إلى مطاردة وحوش. البوليس رجعوا كيقلبوا على كاميرات المراقبة، ولكن سنة 2004 كنعرفوا الكاميرات كانوا نادرين، يعني ما بقى قدامهم غير خيط واحد: طاكسي. بداو كيقلبوا عليه في المواقف، في الخطوط، في السائقين. ولكن الدار البيضاء مدينة اللي كبيرة، وآلاف الطاكسيات كيدوروا كل نهار، والوقت كان كيدوز والقاتل مازال حر. ولكن قبل ما يلقاو شي جواب وقعات صدمة ثانية. بعد شهر و3 أيام تقريبا دخل واحد الشاب للكوميسارية في واحد الليل، وكان مرعوب. قال ليهم: أختي ما رجعاتش للدار، اسمها خديجة، خدامة في واحد المصنع، وكل نهار كتشد طاكسي صغير للمحطة، ومن بعد طاكسي كبير حتى للخدمة. ولكن هاد الليلة ما بانتش. البوليس سجلوا البلاغ، ولكن داخليا بدا الخوف، لأن السيناريو كان مألوف بزاف. بنت شابة خرجت تخدم، ركبت الطاكسي، اختفت. ومن بعد يومين فقط جا بلاغ جديد: رجل لقى جثة بنت وسط حفرة في واحد الخلاء. منين وصلوا البوليس تجمد الدم في عروقهم. نفس الطريقة، نفس الوحشية، نفس التعنيف، نفس التجريد من الملابس، ونفس الطعنات القاتلة. هنا ما بقى حتى شك، المدينة ما قدامهاش غير قاتل، المدينة قدامها سفاح كيتصيد البنات باستعمال طاكسي. وبدات سباق مع الزمن، حيت إلا ما تشدش بسرعة الضحية الجاية كانت غير مسألة وقت. من بعد الجريمة الثانية البوليس ولا متأكد من حاجة خطيرة بزاف: ما بقيناش قدام حادثتين منفصلتين ولا قدام صدفة، كانوا قدام سفاح متسلسل كيتحرك في المدينة وكيضرب بنفس الطريقة. بنات شابات خارجين على خدمة ولا راجعين للدار، كيستعمل طاكسي باش يربح الثقة، ومن بعد كيهزهم المناطق خالية وكيحول الليل الجحيم. الدار البيضاء كاملة ولات كتعيش على أعصابها. أي بنت كتوقف طاكسي، أي عائلة بنتها تأخرات، أي خبر اختفاء، كان كيرجع الرعب من جديد. البوليس دار اجتماعات مستعجلة، الملف ولا أولوية قصوى، خاصهم يلقاو هاد الطاكسي قبل ما يضرب للمرة الثالثة. ولكن كيفاش؟ لا كاميرات، لا شهود واضحين، لا رقم طاكسي مؤكد. كل شي كان مسدود، حتى جا النهار اللي تبدل فيه كل شي. خو خديجة دخل الكوميسارية ومعاه راجل كبير في السن، كيبان عليه جا من قلب الحومة. راجل في حدود السبعينات، هادئ ولكن باين عليه متوتر. قال ليهم: عندي معلومة يمكن تنفعكم. جلسوه وبدا يهدر. قال بلي كان كيعرف خديجة مزيان، بنت مؤدبة، كل صباح كتسلم عليه، كتسولو على صحته، ومرات كيوقف معاه يشد الطاكسي باش ما تبقاش واقفة بوحدها في الزنقة. ولكن النهار اللي اختفت فيه شافها بعينيه وهي كتركب في الطاكسي، وسكت شوية، ومن بعد قال الجملة اللي ردت الروح للتحقيق: وعقلت على النمرة ديال الطاكسي. المكتب كامل سكت. الضابط قرب ليه وقال: عاود الرقم بشوية. الراجل عطاهم الرقم كامل، وهنا أول مرة التحقيق شد طريق واضح. البوليس مشاو مباشرة لإدارة تسجيل الطاكسيات، قلبوا في الرقم ولقاو السيارة مسجلة باسم مالك معين، وكيخدموا فيها جوج ديال الشوافرية، واحد ديال النهار والثاني ديال الليل. وهنا ركزوا على الشيفور ديال الليل، حيت الضحايا كاملين اختفوا في الليل. الاسم كان عمر، العمر 33 عام. البوليس ما عطاوهش فرصة، خرجوا فورا ومشاو للعنوان ديالو وجابوه للاستماع. السي عمر دخل عليهم هادئ، بحال الا ما عنده علاقة بوالو. حطوا قدامه تصاور لمياء وخديجة، سولوه: واش سبق هزيتي هاد البنات؟ شاف الصور ومن بعد قال ببرودة: انا كنهز مئات الناس، ما نقدرش نعقل. سولوه المرة الثانية، قال ما عرفتهمش. ولكن البوليس ما كانوش محتاجين الاعتراف، كانوا محتاجين الدليل. داروا تفتيش للطاكسي، وكيف ما كان متوقع لقاو مواصفات الطاكسي متطابقة مع شهادات الشهود. ولكن الضربة القاضية كانت في المختبر. التحاليل الجينية تقارنات مع السوائل اللي تلقاو فوق جثة لمياء، والنتيجة خرجت كتطابق بنسبة 99%. يعني عمر كان حاضر في جريمة الاغتصاب والقتل. وهنا تبدل وجهه، الهدوء مشى والثقة طاحت.
وبدات ساعات التحقيق الحقيقية. من بعد ضغط كبير عمر نهار واعترف، ولكن الاعتراف كان أخطر من المتوقع. قال بلي ما كانش بوحدو، كان عنده صاحب آخر كيدور معاه في الليل، كيشربوا كيسهروا وكيقلبوا على ضحايا. الطريقة ديالهم كانت شيطانية وبسيطة. صاحبو كيجلس اللور، البلاصة القدام كتبقى خاوية. أي بنت كتشير للطاكسي كتشوف السيارة عامرة وكتحس بالأمان فكتركب القدام، ومن بعد كيسدوا البيبان كيخرجوا من المسار كيهزوها للخلاء بعيد. وهنا كيبدا الكابوس. لمياء كانت أول ضحية مؤكدة. خداوها للغابة، اغتصبوها بجوج، ضربوها بوحشية، ومن بعد طعنوها وخلوها مرمية وسط دمها. خديجة نفس السيناريو، اختاروا حفرة مهجورة، تعداو عليها وقتلوها وهربوا بحال ما وقع والو. وفي الصباح عمر كيرجع يخدم في الطاكسي بشكل عادي، كيهز الناس كيضحك وكيبان إنسان عادي. وهنا كيبان أخطر درس في هذه القصة. أحيانا أخطر المجرمين ما كيكونوش لابسين وجه الشر، كيكونوا لابسين وجه الهادي. البوليس اعتقل الشريك الثاني حتى هو، ومن بعد مواجهة بالأدلة الملف تسد، تحال على المحكمة، والحكم كان ثقيل: الإعدام للمتهمين بجوج. وهكذا سالات واحدة من أبشع القضايا اللي عرفتها كازا. ولكن سالات من بعد ما ضاعوا أرواح بريئة ما كان عندها حتى ذنب. لمياء خرجت تخدم، وخديجة حتى هي ما كانوش عارفين أن آخر رحلة في حياتهم غتكون في الطاكسي. ومن بعد هذه القضية ولاو الناس كيردوا البال كتر لرقم الطاكسي، وشكون راكب وفين غادي وشكون هو السائق، حيت أحيانا تفاصيل صغيرة ممكن تنقذ حياة شخص آخر. وهنايا كتكون القصة ديالنا سالات. ما تنساش دير ديك لايك ومتابعة باش توصلك القصص الجاية، والسلام عليكم.